السلام عليكم يا ربع، رجعنا لكم فيديو جديد من اقوى اخبار العاب لهذا الشهر. في اخبار تخليكم تقولون شو ولا مستحيل. طبعا لا تنسون لايك واشتراك. يلا نبدأ. للاسف تم التأجيل رسميا لعبة جي تي اي. اول خبر صادم، نزلوا بيان وقالوا اللعبة بتتوفر ان شاء الله بتاريخ 26، والسبب قالوا يبغون يضبطون اللعبة اكثر ويضيفون تحسينات قبل ما تنزل. وفي تسريبات قديمة اللي شفناها طبعا كلها راحت، شكلها فعلا كانت نسخة تجريبية فقط. إن شاء الله بيطلعون لنا شيء روك ستار، بس نحن نثق فيهم وبنشوف شو اللي بيقدمون لنا إن شاء الله. نروح ماينكرافت، نزل تحديث جديد رهيب، ضافوا كهوف سحرية وبلوكات فيها خصائص غريبة باستخدام الجلد والحديد، والأحلى أن تقدر الحين تصنع سرج أو السدل، يعني ما تحتاج تدور بالساعات على قروين عشان تشتريه. تحديث متوفر حاليا من النسخ التجريبية. جهز نفسك هذا الشهر، إذا عندك اشتراك بلاي ستيشن بلس هذه قائمة الألعاب: ساند لاند، with my mission, searching for the legendary spring. Do not let them near that water! Do you believe that spring actually exists? ساول هاكر، デビルサマナー悪魔を召喚し刺激する俺のようなデビルサマナだ。私たちは彼らの死を阻止すればいいというわけですね。 Five Nights at Freddy's، Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. There's really nothing to worry about. وطبعا باتل فيلد رجعت. عشاق دوم، وينكم؟ تم إعلان رسميا عن لعبة جديدة من سلسلة، وهاي المرة اللعبة تاخذنا لعصور مظلمة بس بنفس الأكشن والجنون المعتاد، أسلحة جديدة، وحوش مرعبة، وتجربة مختلفة كليا. واللعبة بتنزل على البلاي ستيشن 5 وإكس بوكس وبي سي. طبعا شباب، هذه كانت ابرز اخبار الالعاب هذا الشهر. اكتبوا لي تحت بالكومنت شو اكثر خبر شدكم، جي تي اي ولا ماينكرافت ولا العاب بلاي ستيشن لهالشهر هذا. طبعا لا تنسى تشترك وتفعل الجرس لان كل اسبوع في عندنا فيديو جديد حماسي. اشوفكم على خير، سلام.